واما ما ورد في حقه صلى الله عليه وسلم في الكتب القديميه فالتوراه والانجيل مملوءتان والفرقان. ويكفيك قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، آية إلهية. ولقد جاءكم رسول بها لقد تم الامتنان. وقد وصفه الله تعالى في التوراة ببعض صفاته المنعية التي أنزلها في كتابه القرآن، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أخبارا مبشرية. وزاد فيها: وحرزا للأميين، فهذا الوصفان. وقال: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، شهادة قدسية. وغير ذلك مما رواه كعب الأحبار وغيره وابن سلام بعد الإيمان. وقال: آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك، فإذا هو مكتوب فيه هذه الكلمات التي هي المباني الإسلامية: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنه ذو الرفعان، وأنه ليس أحد أعظم عندك منه منحة قربية، وأن هذين الاسمين اللذين بهما يتم الوصلان. وأبدى ممن جعلت اسمه مع اسمك أمورا، فأوحى الله إليه ذو العظمة الرحيمية وعزتي وجلالي ليعلمه عظمة عين الأعيان: إنه لآخر النبيين من ذريتك، لولاه ما خلقتك أحوالا تشريفية. وقيل أبا محمد يكنى صفي الله آدم كان. وقال عيسى شاهدا فيه له: ولست أهلا أن أحمل حذاءه. وأنباء مسطورية: ولو أخذت في النقل لتهت في وسع هذا الميدان. وقدره المعظم قد اتضح قبل بروزه، وأشرقت أنواره في العوالم بالكلية، وليس يحصر ذلك إلا الملك الديان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان.